رجعنا البيت عشان نحل مشكلة أخي ياسر. وأخي ياسر قال إنه بيسافر اليمن. ما بتنحل. شوف يا ياسر، أنا عندي ناهي وجوان وريتا بالدنيا وما فيها. يعني هولا ما يسووش حاجة عندك؟ أنا ما قلت هكذا. طيب خليني أخلص كلامي. طيب عبد الخالق ركز على كلامك. والله أنت فهمتني غلط. والله فهمتك صح. لا والله فهمتك صح. أنا قصدي أنت ما كنت مبين والآن بينتها يعني بالعلن. لا التفرقة عندك يعني أنت السبب، أنت اللي تعلمهم، أنت اللي ذا كذا. حسبك الله، أدعي عليك. لحظة تدعي. حسبك الله يا عبد. لحظة أنا الله حسيبك يا عبد الخالق. طيب اسمعني يا أخي، أنا قصدي قلت إنه جوان وناهي وريتا، وكنت بضيف إيلين. قلت لك إنه هو اللي معلمك، قلت لي لا أما عبد الخالق لا يا بابا. قلت لك صدقتني صدق كلامي. فهم أنا كنت برجع لعند عيالك. ايش ترجع؟ كيف فهم هذا؟ كيف يا عبد الخالق تفهمني وانك بتقول يا ياسر ريتا جوان ناهي خط احمر او لا عندي درجه فوق؟ يعني هو لا ايش؟ هذا تفرق اصلا. وانا والكل يعني ما تخش تزني. وانت من ضمننا شكلك. والله صح كلام، انا من ضمنهم صدق. طيب خلينا نتفاهم. ليش التفرقه هذا عندك؟ ما عندي تفرقة، اصبر يا عبد الخالق ما عرفنا مين اللي بيعلمهم، انت ولا امهاتهم ولا ابائهم؟ ايش يا عبد تتوقع الخالق؟ اننا اعلمهم؟ طيب انا سهل يعني الطفل ايش ذنبها؟ امس بكيت للفجر، والله بكيت يا عبد الخالق وانا راقد. قلت اصحى يبكي مالك يا علي؟ قال يا بابا 1 2 3. انصدمت، ما عاد جاني نوم. طيب بس والسبب انت. انا ايش ذنبي انا؟ كل منك ايوه كل منك يا ايوه والله انت اللي كبرت المشكله. اتحمل نتيجة حقك من ايبادات مدري معهم يعني يسوي حركات ودراما ويجيبوا الايبادات والله هو اللي يعلمكم. والله هو اللي قال لنا. ما حد قاطعني، قسم بالله العظيم ما اكذب عليك انه كبر المشكله. كانت المشكله صغيره، بيقولوا انت الايبادات مدري ما هو، وكبر المشكله والتلفون. ايوه خبر الايبادات واللي بنتك صارت توقف معاه وترفع صوت معانا. صرت بنتك. يعني من بيعلمكم؟ عم خالد. ها؟ والله يا كذاب. ها؟ انت اللي كبرت المشكله وانت اللي معلمني. وانت انا علمتش؟ ايوه. انا ايش قلت؟ اوف وتحلفوا؟ ظل يعني انا احساسي في محله قلت لي لا يا بابا. وتحلفوا؟ ايوه انت يا بابا. ليك يا كريم الحين اسمعوني. انا معاك. لا يا لحظة. عمو اقول لك حاجه يا عمو ياسر. كلام صح يا ايش؟ يا بابا يا ايش؟ يا كريم يا عمو ياسر ايش رايك معايا حل؟ ايش رايك كل واحد سامح الثاني عشان نقع اخوان خلاص ما عاد نشتش. لا انتم اخوان. يعني الان يا ريتا تقولي انه انا اللي علمتكم؟ هذه نهايتها، هذه نهايتها يا ريتا. انا لحد الان مش مقتنع انك اللي علمتني. لانه يعني انت بص، ما مصدق؟ يطلع من اللحم. يعني انت مصدق يا ياسر انه انا اذا كان ركز، كيف يقولوا اللي هم عيال الاخت احبهم واقدرهم، يعني ما بحب عيال اخواني اللي هم عيال اخي، بين احب عيال اختي اللي هم يعتبروا عيال الناس يعني. اي والله. فهمت كيف؟ اللي هم يعني اللقب حقهم مش زي حقنا، واحبهم وادلعهم واسوي لهم كل حاجه. واضح ان انت تحبنا واضح. والله انه عمو ياسر اللي بدلعنا اكثر منك على فكره. شفت والله الحب حقك لا وين وصل؟ يا عمو خلاص. شوف صدقت حبك. يا عمو خلاص سامحني انا بدالك. شفت يا عبد الخالق حبك لا فين وصلك؟ الله كيف انتم كذابين والله يا يعني. عمو قوة سامحني. هكذا هي الدنيا عمو عبد الخالق اول. المشكلة ان انت كبيرة وعاقلة وتكذبي. انا عبد الخالق. لحظة قلبك ولا قاطعك. لحظة تكلميش انت. انا ما بطلب من احد السماح الا لما انت سامحهم انا بسامحهم. تعال انت لهنا. يعترفوا لك انهم غلطانين. تعال هنا.
انا عادي، كلهم هذول عادي، بس انا من هذه الكبيره وتكذب يا هي وهاشم الكبار وتكذبوا كمان. يعني وين الدراسه اللي بتتعلموها في مدرسه؟ يعني بصدق عمو عبد الخالق علمكم بصدق؟ وبتحلفوا انه انا علمتكم؟ شوفوا بصراحة يعني عم عبد الخالق لما الا قلت والله. انا ما حلفت، انا قلت اللي هو انت اللي علمتني يا كريم، بس انا والله العظيم ما حلفت، حتى لو تشوف الفيديو ما حلفت. حتى انا ما حلفت. بس هو ليش تقولوا ليش تتحملوا؟ يعني مسحه عادي. مزحة يعني الواحد ما يمزحش معاكم. انتم مسحكم صار يعني. الحدود واحترام الكبير. انا احترم عم عبد الخالق واقدره. كيف تحترمه قلت لي يا كريم يا ظالم؟ وتقول لي ياك هل تحترمني؟ ما شاء الله الاحترام. ما شاء الله والعم. لا انا خالها شوف على ما شاء الله والخال. ما شاء الله. يعني هو في هذا العمر بيقول لي اكرهك يعني مسحه يا عم، يعني باقي سنتين وبس العصا بعد سنتين بالعصا يضربني يده بيده بعدها بالعصا صح. بعد سنتين صح. بعدها برجوله يسحبك من الباب. شوف طبيعي صح. بتسويها صح يا هاشم؟ قليل ادب ان شاء الله قال ان شاء الله. قليل ادب والله. بتربي لك ثور. والله صدق والله. ربيتك يا ثور تنطحني. والله ربيتك يا ثور تنطحني صدق والله. والله بتربي لك ثور يا عبد الحق. اهنيك على الثور. بعد استمتع ايوه. بعدهم والله يا هاشم انه صدق ربيت لي ثور وشكله باي ينطحني لما يكبر. والله انتبه. احتمال يضحك في عرسك. صح والله في العرس خليك حريص. صح. اخ بس والله اخ. عم وانت عمي يعني سندي وكل شيء. شفت يا اخوش ايش يقول عني؟ عمي يعني ايش؟ وانت خاله. يعني ايش مروح حتى بالكلام. ايش يقول بسرعة؟ قول لي. يقول لي انه لما يكبر فيكون يضربني. ما قلت ما قلت لا ما قلت قلبه يسوي بيفعل. ما قلت يرضيش يقول لك كلمة خاله. ما قلت بصرني ها بصرني. انا يوم انت عليك مطرق، انا شرجع يوم انت عليك مطرق تمام. شرجع لك يوم شرجع يوم افطرك افضل. لا 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 خلاص خلاص لا لا خلاص 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 والله لا اضربه. لا لا خلاص تلبس تقول لي يا عمي مسحه يا عمي. ليه مزحة هذا مزحة هذا مزحة هذا مزحة أيوه. هذا مزحة أيوه. هذا مزحة على عمك ايوه هذا مزحة على خالك. هذا مزحة هذا مزحة والله ما صدق. قليل الأدب ما حد ربى فوق خطمك. شكرا يا ناهي. اخذت لسانك يا عبد الخالق. فكني ودخلكم تضحكوا. لا هذا الصح. هذا الصح. نهنيك على هذا. ناهي سامحنا يا عبد الخالق. ياه سامحناها يا اخي ياسر. سامحتها يا الين. سامحنا لعد موقف البطولي هذا. انا وناس وناخذ عاد تبطل المصنع على هاشم. ولا كلمة تمام. أنا شعبك شرجع يوم أعلمك. أنت ولا كلمة خش. ناهي للتربيه والتعليم. ايش؟ خلاص يا ثور هش هش تعلم من الصغار. هش. اقلب علي. تعلم من الصغار. اسمع. الصغار يأدبوه والكبار ما يفعلوا يجلسوا صامتي ولا انت ولا نفس صح. فهذا اللي ادبته تشوف على عمك هكذا تشوف على عمك هكذا. انا تمد عليك حرم لا اركضك لما غيرك يا رعسك علقك كان وتعلم بحرم بالله لا علقك. يا شوف رونالدو. والله يا ناهي شكرا ان انتي سويتي هذا الموقف البطولي. الله يحفظك. ثانك يو. اخوش زعلني يا ناهي. هذا خلاص سامحه. هذا شيء حكيم وابي ربه تربيه من جديد يعيدوها. صح والله يعيدوها التربيه. صح. تمام. اذا بسرتك تقول هذا الكلام مره ثانيه حرم بالله لا اضبطك والله ما عاد افلتك. انت حق يا ابوش. تمام. واخرجك من البيت اجهبلك
راح اموت خلاص يا نهي. بالخلاط. شكرا يا نهي. ولا كلمة. شكرا يا نهي. سامحي تمام. إذا عادها قول لي تمام. عاد في يوم أنا أخذك الكاميرا احترمني. والله يا عمري ما متصور لعب، والله اني متصور الله. أنا صغيرة. طيب الآن لحظة لحظة يا نهي لحظة. كلامها صح ولا غلط كلامها؟ ايوه صح، يعني يا طيب. عمري مسعى الحين كلامها صح. ايش وين فعل؟ أنا ما مش معايا مزحات. ايش تقول له؟ ها؟ ايوه هو من قال الكلام هذا، امانه من قاله. مرة ياسر اللي قال. اي من دور المشاكل. خلاص يا هاشم خلاص خلاص يا هاشم خلاص يعني انا احاول ارجع علاقتك مع المتابعين كويسة وانت تخربها. ما خرجت كل ما احاول ارجع علاقتك كويسة مع المتابعين كل ما حرقنا لك يا عمو ياسر سامحني. كل ما اقول يا متابعين هاشم هو طيب وقلبه ابيض ترجع تخرب يا هاشم. انا ولا عمو ياسر بيخرب علي. تخرب على نفسك. قلت بتسوي بتفعل قلت بتضربني، قلت بتسوي لي. من قال هذا الكلام؟ لا انت قلت ان شاء الله بتسويه. ما قلت ان شاء الله. لا قلت ان شاء الله. لا قال صح ولا ما قال؟ قلت ان شاء الله ما ها يا عادي يراجع. يا جماعه راجعوا الفيديوهات، انا انسان يعني ما احب الكذب. يا عم نجي كل يوم. يا عم انا مشكلة صغيرة يعني بس رحنا على كبرت المشكلة. السلام عليكم. باي. ماني مشكلة صغيرة. طيب الان روحوا انتوا ناموا، معاكم مدارس تمام. معنا واحد طلب لك. تفضل. أقول لك حبيبي ما هو الطلب. ما هو الطلب؟ ولا بسامح حد، سوى انا هي فقط. لأن أنا تعاملت كلام صح مع هاشم. يعني ما يرفع صوته على الكبير، يحترم الكبير. لا. الصغير يحترم الكبير. مش الصغير يصيح فوق الكبير هكذا يا عمو ينفع؟ ما ينفعش. ما ينفع. قال الله سبحانه وتعالى الجاهل لما يكون صغير ما يرفعش على الكبير. صح. ليش بتصيح فوقي وانا اكبر مني؟ المهم تصرف معاه. طيب اسمعي، طيب هل بتسامح ريتا؟ لا بتسامح جوان؟ لا هاشم؟ لا. هو المتابعين. لو ما يقولون متابعين حقك. ايش يقولون؟ اذا سامحوهم انا سامحتهم. أيوة. اذا ما سامحوهمش انا ما سامحهم ابدا. أيوة. استودعكم الله. انا الحين ما فهمت كيف اذا يسامحون. المتابعين سامحوا ريتا وجوان وهاشم سامحناهم. اذا ما سامحوهم ما بسامحهم. أيوة. طيب ايش دخل المتابع؟ المشكله يعني بينك انت. انا هم حقنا الجروب وحقنا العائله اصلا. هم جزء منا لا جزء. والله طيب يا متابعين، هل تحبوا ان اخي ياسر يسامح هاشم وجوان وريتا او لا؟ بصراحه إذا قالوا ماشي خلاص ما نسامحهمش. ايش رايكم؟ قالوا أيوة نسامحهم. لا تسامحوهمش. انا بالنسبه لي مش مسامح ابدا. قلت كلمه متابعين. بس كذبوا عليك يا عبد الخالق انك اللي علمتهم. صح كذبوا. وانك يعني ايش هذه لها معاك المسيره حقك كامله 7 سنوات. 7 سنوات وزدت تكذب عليك. المشكلة الوحيدة هذا خلاص عرفنا ايش قصته وايش بيسوي. حسبنا الله بس. اما العسل البرنسيسه مش فاضي. شوف مش فاضيه. ايش؟ صامته. والله عم تقول اليوم بس ما تستحق. عشان عمو بصراحة. يا رب. السلام عليكم أخت الخالق. ما بتسامح احد ابدا ابدا. ابدا. هنا هي رسم مصايب يا عمو ياسر.